انت مان اند واسب كوانتمانيا نزل في السينمات، وبما ان بقاله اسبوع نازل فتعالوا بقى نتكلم عنه بحرق ونحرق الاحداث ونتكلم عن اهم الحاجات اللي حصلت ورأيي فيها بالتفصيل. انا عملت مراجعه بدون حرق الفيلم انت مان اند واسب كوانتمانيا، ممكن تروحوا تشوفوها، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. لكن الفيديو ده هيكون مليان حرق للفيلم كله، كل الاحداث من اولها لاخرها. همسك كده كل جزئيه وهتكلم عن الحلو والوحش فيها. ده مش هيكون تحليل قوي لاحداث الفيلم، ده هيكون شرح ليه رأيي في الأحداث دي كلها، وإزاي كان ممكن تبقى أحسن، ممكن تبقى متعدلة شوية، هل هي حلوة، هل هي وحشة، كل الكلام ده. فلو ما شفتش الفيلم ما تكملش الفيديو ده، الفيديو هيكون مليان حرق. فبالتفصيل كمان أنا من ساعة ما صورت المراجعة اللي بدون حرق رأيي اتغير شوية عن الفيلم، قعدت مع الفيلم شوية كده رأيي اتغير فيه بس مش قوي برضو. فهتكلم عن التغيرات دي كلها، بس قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. الفيلم معانا بيقعد كده حوالي 20 دقيقة مثلا، نص ساعة. بيقابلنا مع شخصية سكوت لانج بعد أحداث افنجرز اند جيم، أو بعدها بفترة يعني مش قصيرة. آه، سكوت لانج عمل كتاب، سكوت لانج بقى شخصية عامة، بيطلع في التلفزيونات، في المقابلات، الحاجات دي كلها، ويبقى شخصية مشهورة هو وهوب فان داين، بقى عندها الشركات بتاعتها والحاجات دي كلها، كلهم مع هانك بيم وجانيت فان داين، وكلهم بيكونوا عايشين حياة مستقرة إلى حد ما. بعد كده بنشوف طبعا كاسي وهي بتدخل المظاهرات وبتحارب للناس، وبتكون شخصيتها انها مثابرة، بتحب تعمل حاجات كويسة، بتحب تعمل الحاجات الصح. دايما بتقف جنب الناس الضعفاء، بتقف جنب الحاجات الصح. فدي ارك حلوة، ارك مش جديدة بس حلوة، او يعني فكرة شخصية مش جديدة بس حلوة. المفروض كانوا يضغطوا على الموضوع ده شويه، او يمبريس الموضوع ده شويه على مدار احداث الفيلم، ان هم يبين لنا شخصيه كاسي ان الصفات دي، وده ممكن يحطها في مشاكل كتيره جدا مع الحاجات اللي في الكوانتر مع كانج نفسه. هل الحاجات دي بيستخدموها بس مش بشكل ممتع، مش بشكل انترستنج خالص، للاسف يعني. سكوت هنا الحاجات الأساسية اللي موجودة له في الفيلم، أو التطور الموجود له في الفيلم، إن هو بيحاول يعوض الحاجات اللي ناقصة في علاقته ما بين بنته، وكمان بيحاول ان هو يلاقي نفسه مكان في الحياة بعد اللي حصل في افنجرز انجيم، ان هو انقذ الكون كله وانقذ الكوكب كله، بس بعد كده خلاص ما فيش حاجة له ان هو يعملها. ارك غريبة جدا بتتقال مرة واحدة، يعني بتتجاب مرة واحدة كده بس في الفيلم، في المحادثة، بعد كده ما بحسش ان هما بيستخدموها، وهي غريبة اصلا. فالموضوع غريب، يعني شخص ان هو يكون عمل كل الحاجات دي، اعتقد ان هو مفيش اي مشكلة لو ما عملش حاجة بعدها. دي مش حاجة مثلا عيب أو حاجة مشكلة أو معضلة أخلاقية مثلا أو معضلة نفسية. حاجة زي دي مش تبقى تطور لشخصية، حاجة غريبة جدا. مشكلتي الأساسية برضو مع الفيلم إن الشخصيات الأساسية واللي بتعمل هيدلايننج للفيلم نفسه ملهاش أي علاقة بالفيلم، ولا سكوتلينج ولا هوب فان داين وذا واسب ولا كاسينج. التلاتة شخصيات كانت سطحية جدا في الفيلم ده. وبعد كده بيكتشفوا الجهاز اللي كاسي عاملاه، وبيأدي الجهاز ده بسبب ان مودوك كان متتبعه من الكوانتم ريلم ان هما يتسحبوا للكوانتم ريلم. بننزل الكوانتم ريلم، ومن نزولنا الكوانتم ريلم بتبتدي كل حاجة بتكون سبيشال افكتس، مؤثرات والحاجات دي كلها. زي ما قلت برضو في المراجعة بدون حرق، الموضوع فيه حاجات حلوة وفيه حاجات وحشة، بس للأسف برضو الحاجات الوحشة بتبقى ملاحظة جامد يعني. انا معرفش هل مارفل مش بيدوا بادجت كبيرة للمؤثرات، ولا هل هم مش مدين وقت اصلا للمؤثرات دي انها تتعمل بسبب كمية المشاريع اللي بتتعمل. انا معرفش صراحة، بس في كلتا الاحوال لو في مشكلة لازم يصلحوها حالا، لان الافلام دي لازم يكون عندها سي جي اي حلو ومؤثرات حلوة، لان ما ينفعش مثلا يبقى فيلم قصته تبقى حلوة طلعت فيه وحشة، ده كده كده عامة. فما ينفعش مثلا نبقى داخلين على ذا كانج داينستي او سيكريت وورز ويبقى المؤثرات بالجودة دي، لازم المؤثرات تتحسن شوية. هنا الشخصيات عندنا بتتقسم لمجموعتين، مجموعة فيها سكوت وبنته، ومجموعة تانية فيها هوب وهانكو وجاند. التلاتة طبعا المجموعتين بيحاولوا ان هم يدوروا على بعض، وبيشوفوا الكوانتم ريلم، والكوانتم ريلم غريب، الكوانتم ريلم فيه حاجات بقى مختلفة وكده. وبنبتدي نفهم شوية عن المفهوم بتاع الكوانتم ريلم. احنا كنا بنسمعه، دخلناه مرة بشكل بسيط، لكن ما نعتبرش يعني شفناه قوي. وبرضو في مناطق بيزوروها في الفيلم ده مختلفة تماما عن المناطق التانية اللي شفناها قبل كده في عالم مارفل السينمائي. عشان كده حبيت اوضح الموضوع ده، بس ان هم ما تلخبطوش ما بينهم، يعني دي حاجة ودي حاجة، وكلهم طبقات من العالم الكمي. هبقى اعمل ده في فيديو تاني اشرح فيه الموضوع.
بنشوف بقى مختلف الكائنات الموجودة والحاجات دي كلها. بعد كده بنشوف سكوت وكاسي بيروحوا لمجموعة من الناس كده، بيبقوا عاملين مجتمع مع بعضهم، كلهم كائنات مختلفة من حتت مختلفة، كلهم أثر لتدمير كانج لعوالمهم، وبيكونوا كلهم عايزين يعملوا حركة ثورة على كانج وجيشه. وبنسمع من الشخصيات اللي في المجموعة دي كانج عمل كذا وكانج سوى كذا، ده مدمر، واتنقلنا من بيوتنا كذا مرة، وكلنا متجمعين هنا عشان ملناش مكان نروحه. كونسبت حلو جدا. ليه ما نشوفهوش؟ ليه ما نشوفش فلاش باك في الموضوع ده؟ حاجة يعني ليه؟ اعتقد ان انتوا اكيد جات لكم فكره زي كده، ان انتوا ترونا فعلا والكانج بيدمر لهم اماكنهم، بيقتل لهم ناس من عيلتهم. حاجه زي دي كانت هتبقى حلوه. كانج عامه شخصيه رائعه جدا، كان مكتوب كويس جدا في الفيلم ده، والتمثيل فيه كان حلو. بس اعتقد ان كان هيتحسن اكتر لو شوفنا فعلا الحاجات دي كلها، ما سمعناش عنها. دي غلطه ممكن اتعملت برضو مع شخصيه جور في فيلم ثور لاف اند ثاندر، ان هم قالوا لنا ده جور قتل كذا وكذا وكذا، بس هل شفنا ده بيحصل؟ لا. فبالتالي خطر جور او الخطر اللي كان بيمثله لنا قل جدا. على سبيل المثال مثلا ثانوس لما تقدم في انفينيتي وور، شفنا فلاش باكس لما كان بيدمر كواكب، الحاجات دي كلها. ليه مش شفناش هنا؟ فانا نفسي ان اكتر حاجه يستغلوها ان هم عندهم وقت طويل جدا، مشاريع كتيره جدا ممكن يظهر فيها كانج، نسخ منه، نعرف كده الحاجات اللي عملها. موضك بيدمر المجتمع ده كله، المدينة دي أو المكان ده كله بيتدمره بجيش كانج، وطبعا بيجي ويقبض على كاسي وسكوت. موضوع من أسوأ الحاجات اللي في الفيلم ده، مش عشان السي جي اي بتاعه زي ما قلت، عادي جدا ممكن يحصل حاجة زي كده، بس كونه ان هو بالطريقة اللي هو بيتكلم بيها، الحاجات اللي بيقولها، الديالوج اللي بيقوله، كانت حاجة مستفزة. موضوع كانت مستفزة جدا في الفيلم ده، واتضايقت جدا من الطريقة اللي هم عملوا بيها. انا اعتقد ان انا نفسي كان ممكن اكتب مثلا قصة حلوة للشخصية دي. شخصية كانت يعني شريرة اصلا، وعقليتها النفسية متبهدلة خالص، بيحصل لها حاجة زي كده. ايه اللي ممكن يجي من حاجة زي دي؟ حاجات كتير حلوة، بس للأسف بيدونا شخصية بس عشان الكوميديا. جانيت بقى وهانك وهوب بيتنقلوا في الكوانتم ريلم، بنشوف حاجات غريبة برضو أكتر. كانت سيكونسز ممتعة وعجبتني. بعد كده جانيت بتتقابل مع شوية ناس قديمة كده كانت عارفاهم من الكوانتم ريلم، وجانيت عجبني جدا العمق اللي ابتدوا يدوهولها. شوية حاجات جديدة، حاجات كتيرة تعملها، والتاريخ بتاعها مع كانج كان حاجة حلوة. بس بنعرف انها كانت مع المجموعة بتاعة الثورة دي، وبتساعدهم يعملوا ثورات على كانج ويحاربوا الكلام ده. بس طبعا بسبب ان هم طلعوها من الكوانتم ريلم اختفت فجأة. طبعا زي ما قلت لكم كنا محتاجين وقت اكتر نستكشف شوية اكتر من الشخصيات دي اللي اتعاملت معاهم والحاجات كلها. بس عامة القصة ده كانت حلوة في الفيلم ده، والأداء التمثيلي اللي كان محطوط فيه برضو كان حلو. بتعرف ان كانج اوريدي عارف بوجودهم، واختطف سكوت وكاسي، فعلى طول بيتحركوا وبياخدوا سفينة عشان يروحوا وينقذوهم. وعلى متن السفينة جانت بتحكي بقى كل حاجة عن اللي حصلت، ان هي في وقتها في الكوانتم من قعدت 30 سنة طبعا، اكتر او اقل. ففي من الاوقات اللي كانت قاعدة فيها السفينة بتخبط في الارض فجأة. ما بنبقاش عارفين ايه السفينة دي، فبتروح لها بتلاقي كانج خارج منها ضعيف جدا، مش عارف هو فين، شكله مهزوم من حاجة كبيرة، من معركة كبيرة، يطلب مساعدتها. كانج بيقولها على قدراته وعلى الحاجات اللي هو يقدر يعملها، وبيقولها ان هم يقدروا يخرجوا من المكان لو صلحوا المكنة بتاعته والسفينة بتاعته. فاوريدي بتساعده، ما تبقاش عارفة ان هو دمر الحاجات دي كلها، وبتساعده يصلح أسلحته والدرع بتاعه. بيبقى فاضل بس المفاعل اللي بيقدر يخليه يسافر عبر الأكوان المتعددة. فلما بتلمسه بتكتشف حقيقته، فبتستخدم الحاجات اللي معاها الأجهزة بتاعت البيم بارتكلز اللي بتخليها تقدر تكبر المفاعل كله وتمنعه ان هو يستخدمه ويطلع من الكوانتم ريلم. فبالتالي هي كده انقذت الناس كلهم. لكن كانج بقى عنده اسلحته والدرع بتاعه، فقدر ان هو يهزم كل الناس اللي في الكوانتم ريلم ويعمل الحضارة بتاعته والمملكة بتاعته كلها. التاريخ اللي كان بينهم والمحادثات اللي بيعملوها مع بعض وكده، شخصيتين رائعتين جدا وحلوين جدا. انا شايف ان الفيلم ده كانش مفروض يكون متعلق بانت مان ولا كاسي لانجا ولا اي حاجه من الحاجات دي، ويكون فيلم عن كانج وعن العالم الكمي، يكون فيلم عن خطة كانج عامة وتاريخه، كانت هتبقى حاجة احسن بكتير.
كانج هنا بقى طبعا بيقول لأنت مان ان هو لو ما ساعدوش يعثر على المفاعل ويصغره تاني باستخدام التكنولوجيا هيموت بنته. ودي طبعا اكبر حاجة مشكلة لسكوتلاند دي، هي الارك بتاعته دي، التطور بتاعه ان هو بنته الاساس ليه. فطبعا حاجة زي دي مش هيقدر يرفضها، مش هيقدر ان هو يقول لا. وبالفعل بيساعد كانج وبينزل للمفاعل وبيصغروه. كانج ما لوش امان ابدا، وما عملش بالوعد اللي هم عملوه مع بعض ده، واوريدي بيكون ناوي يدمرهم كلهم. بتحصل معركة كبيرة كده في الآخر، بتبقاش وحشة على فكرة. بيبقى عاجبني العناصر اللي فيها، وبيجي بقى الناس اللي هم بتوع الثورة دول وبيساعدوا سكوت وهوب. سكوت بيكبر كده لحجم كبير جدا، وهوب بيساعدوا بعض ان هم يهزموا قوات كانج. في حاجات حلوة بتحصل في اللحظات الأخيرة دي، وأنا انبسطت منها. كانت حاجة كده فيها الحس بتاع مارفل برضو، مش هكدب عليكم يعني. فيها حاجات مارفل، التمبلت بتاعت مارفل، الحاجات دي كانت موجودة فيها، وانا انبسطت من ده. وكان مرعب في اللحظة دي. هنت كده من الحاجات اللي هيعملها اكتر من كده طبعا بكتير في ذا كانج دايناستي وسيكريت وورز. هيعمل حاجات ابشع من كده طبعا، بس كان مرعب جدا وقوي جدا، وقوته ظاهرة قوي في اللحظة دي. بس انا كان نفسي بس ان هو يقتل حد، يعمل مشكلة كبيرة، يعمل معضلة لشخصياتنا، يقتل مثلا جانيت، يقتل هوب، يحب يعني يعمل اي حاجة تأذي بيها الشخصيات. لكن هما بيهزموه. طبعا انا اكيد عارف ان هو ما ماتش، ودي حاجة اكيدة جدا، او هيرجع بأي شكل من الاشكال بقى، سفر عبر الزمن، اي حاجة من الحاجات دي. لكن ان هو ما اذاش الشخصيات بأي شكل من الاشكال غريبة جدا يعني. حاجة اغرب قرار الصراحة مارفل اتخذوه في تاريخهم. ايه. بس فهي دي مراجعتي لانت مان اند واسب كوانتم مع حرق. اتكلمت عن احداث الفيلم كلها والحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، لو عجبكم الفيلم او ما عجبكمش، ايه اللي شايفينه كان ممكن يتحسن، وايه اللي شايفينه كان حلو كده. واكتبوا لي لو في حاجه عايزين اتكلم عليها. وسلام.